طلب الشباب، انا عارف ان ناس كتير محتاره تجيب الباكج الارسنال ولا ما تجيبوش. ففيديو النهارده اعرفك كل حاجه عن الباكج واعرفك ان انت هتقدر تجيبه ولا مش هتجيبه. فاتفرج على الفيديو من اول دقيقه لاخر دقيقه. وما تنسوش يا شباب، انا عامل مسابقه على الناس هتفوز معانا، وهعرض اسامي الناس اللي فازت في الفيديوهات السابقه. فانزل اضغط لايك ويلا بينا على فيديو النهارده. طب يا شباب، زي ما انتم عارفين ان انا بحب احلل الحاجه كويس جدا قبل ما اقول عنها اي قرار. فتعالوا ندخل كده على الباكج ونحلله مع بعض. بعد كده على الباكج هنلاحظ ان احنا معانا مجموعه من اللعيبه باكج الارسنال ومعانا المدرب بتاعهم. بس ان الغريبه هنا بقى، اول حاجه هتقابلنا ان احنا مش معانا ولا لاعب من اللعيبه الموجوده لاعب ايبك بوستر او اي لاعب مميز في وسط 11 لاعب الموجودين. فدي نقطه كده عليها جدال وهنتكلم عنها دلوقتي. تمام. ما بالنسبه لو بصينا على المدرب فهنلاحظ ان هو مدرب دبل بوستر، ودي اول مره كونامي تعملها انها تنزل لنا مدرب دبل بوستر. فدي حته ديفرنت شويه عشان مهم جدا موضوع الدبل بوستر. فتعالوا كده نبص كده على ان هو بيدي ايه للعيبه. بيدينا 2 بوستر للاعب، فدي خطوه كويسه جدا. الاكسلريشن والتايت بوزيشن للعيبه كلها. تمام. فدي حركة حلوة من كونامي انها تدينا 2 بوستر للعيبة من المدرب. تمام. فكده اللعيبة طاقتها هتزيد جدا يا جماعة. تخيل انت اللاعب دبل بوستر ومعاه كمان 2 بوستر، فمعاه كده حوالي زائد كام طاقة؟ 3 بوستر، وعندنا واحد بيزود 2، 5 طاقات زايدين في اللاعب، عشان كل بوستر هنا بيدي 1، والبوستر الزيادة اللي في اللاعب بياخده بيزود 1، والبوستر الأساسي بيدي 2. فانت معاك توتال نقط حوالي 5 نقط اللاعب بيزيدهم. تمام. فدي خطوه حلوه وايجابيه وكويسه جدا ان انت تحصل على مدرب دبل بوستر. هنا المدرب بيدرب باسلوب لونج بول كونتر 88، وده اعلى مستويات اللي هي 88، ما شفناش حد نزل اعلى من 88. اما بالنسبه لاسلوب البوزيشن جيم اللي هو كان بيدربه قبل كده في باكجات تانية 72، فده يعني وقع فيه المره دي. تمام. فانا شايف ان المدرب كمدرب هو مدرب قوي جدا جدا، بيديك 2 دبل بوستر. فدي خطوه ايجابيه وخطوه حلوه، والطاقات اللعيبه هتزيد. ولكن انا شايف ان باقي الباكج كله لو بصينا كده عليه هنلاحظ ان معناش لاعب دبل بوستر. اي لاعب منهم ايبك دبل بوستر مش موجود. فاللعيبه كلها ملهاش لازمه. اللي انت هتجيبه عشان المدرب، مش اكتر ولا اقل. انا هقول لك هنا نصيحتي، استنى الباكج ده. فاضل له كام يوم؟ لسه فاضل له حوالي 90 يوم تقريبا، 83 يوم. الباكج ده مدته 83 يوم. فاستنى عشان ممكن في الفتره دي ينزل باكجات تانية تكون افضل. ما تتسرعش وتجيبه. اذا انت بقى عندك قدره ان انت بتجيب اي حاجه فهاته، اذا ما عندكش قدره فاستنى عشان احتمال كبير هينزلوا باكجات تانية. وممكن ينزل باكج يكون يعني مدرب فردي كده، مدرب لوحده، ويكون ثمنه رخيص شويه عن ال 1500 اللي انتوا شايفينهم دول. عشان انا شايف انها 1500 على مدرب بشويه لعيبه مالهمش لازمه قوي، فكتير جدا. لا، استنى لما ينزل يعني باكجات كده يكون فيها مدرب لوحده ب 500 كوينز حنينه شويه، وهيكون برضو دبل بوستر. عشان اي مدرب هينزل الفتره اللي جايه هيكون شعار الدبل بوستر ده موجود، وهي ابتدت بالمدرب ده. طبعا هي نزلت جيرارد هنا، فغريبه ان هنا جيرارد لما نزل طبعا يعني ببوستر واحد. تمام. فهنستنى لما نشوف ايه الدبل بوستر هينزل تاني. هل هينزل في باكج لوحده ولا برضه هيستمروا ان هم تنزلهم لنا في باكجات كامله زي كده؟ بس بنسبه كبيره انا متوقع يعني انها تنزلها دايما في باكجات زي كده. يعني ممكن يكون كده، وممكن تنزله فرداني كده اذا كان المدرب ما بيدربش فريق. يعني لو نزل كرويف بيدرب ايه دلوقتي؟ كرويف ما بيدربش، فممكن تنزله لوحده كده ويكون دبل بوستر. فنستنى الفتره اللي عندنا 80 يوم، نستنى ال 80 يوم ونشوف كده ايه اللي هينزل. هل ده افضل حاجه ولا هينزل حاجات تانية؟ ده رأيي الشخصي، ان انت تستنى، ما تسرعش وتجيب المدرب دوت، عشان ممكن ينزل مدربين تانيين يدربوا اسلوبين مع بعض، يدربوا ممكن نفس الاسلوب بس يكون ثمنه رخيص. فدي وجهة نظري، وطبعا سايب لكم وجهة نظركم تكتبوها تحت في الكومنت. ما تنساش اللايك وبس كده. ده كانت حلقتنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم حلقة جديدة، الى اللقاء في حلقات قادمة.